الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. أيها الإخوة المؤمنون، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفتح المبين، ولتعلموا بأن مسألة ليبيا دفع فيها الشعب الليبي ثمنا جميلا. من خلال سيرته 42 سنة نحن قدمنا على أننا سكتنا وعلى أننا جاملنا وأننا نافقنا، لكن في نفس الوقت أعتقد بأن هذا المخلوق لو كان في بلاد أخرى لكان الفساد فيها أكثر وأشد. لا مرحوم الشعب الليبي شعب، هذا ليس من باب أني أنا من ليبيا أو ما إلى ذلك، وليس معناه طعنا في الآخرين، حتى الآخرون يستطيع أبنائهم أن يقولوا فيهم وفيهم خيرات كثيرة، لكن نحن نتكلم عن أنفسنا من خلال معايشتنا لهذا الواقع. هذا الشعب إخوة الإيمان الإسلام 42 سنة قاعد بلا قانون ولا دستور، لا فيه شرطة. أنا نقدر نجيب واحد مصري والله من أي بلاد العربية وندخل ساليتي ونخدمه وناكله ونضربه ونحبسه. من يمنع الناس؟ يمنع الناس. بعض الذين يعني يبشرون هذا المخلوق يقولون بأننا كنا في أمان. كنا في أمان كيف كنا في أمان؟ القهر يقول لي أمان. أنت أي أمان؟ اللي تتكلم يموت. 42 سنة واحد يقول كلمة حتى بينه وبين روحه، حتى مجرد التفكير فيها تخاف يقول تريد ما تحقيق تحت وضع معين يقول ما لا يقال. ما فيش اللي يعني كيف أمان؟ كيف كنت في أمان؟ كيف كنا في أمان؟ كيف كنا في أمان؟ كنا في قهر، ويعلم الله سبحانه وتعالى كنا في شريعة معطلة، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا دعوة. احنا كنا في وقت من الأوقات هذه البلاد لا تخلو من شيخ وعالم أزهري. وانتم تعرفوا الشيخ عامر شمروخ إن كان حيا رحمه الله، وإن كان ميتا رحمه الله، وإن كان حيا يوفقه الله. تعرفوا الشيوخ الشيخ عامر شمروخ والشيخ عباس، يعني كانوا في هذا المسجد الجديد يجوا يا اما الاثنين ولا الاربعاء ولا الخميس يلقوا دروس شيوخ ازهريين، وعندما تعرف في مساله معينه ولا قضيه تمشي تساله. الغيت مساله الوعظ والارشاد في الاوقاف نهائيا بالكامل. من نهار جاء هذا الانقلاب لم يبنى مسجد في بلاد تحت الاوقاف، كان يبني بطريقه شخصيه، والله هو مش زار بلاد ولا واحد من الجماعه عنده فلوس بالنحوش بالرجال. ما فيش مسألة. يكفي إخوة الإسلام، يكفي أن نتخذ موقف من هذا الوضع من خلال تعطيل الشريعة. ما شوية هذا، لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر، لا تكون فساد. الفساد مستشرف في كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا الشعب كما قلت في البداية شعب يستحق التكريم من خلال بسطة للعمل ومن خلال أخلاق. الليبي لما يقول لك اللغان يرى يعيها، ولما يقول لك إن لله وإنا إليه راجعون يرى يعيها. نعم هناك بعض المستفيدين وبعض اللي وقعوا في التجاوزات وبعض اللي ارتكبوا مظالم، لكن الصفة العامة لهذا الشعب يعلم الله أنه شعب مسؤول. أنت من الناحية المادية في دول الخليج أكثر من ليبيا، لكن هنا يرتاحون الناس هنا، ونحن في سعادة بذلك. ما في حاجة مخلي الناس يمشوا بهذا الطريق وبهذا الأمر إلا أخلاقهم، ما يعرفوش كلام. والله العظيم القضايا اللي طرحت في ليبيا، السيارة لمن يقودها قضايا كانت تروح في بلاد ثانية، الناس تقطع في النهار والصبح صحيح. لو قال البيت لسكين سبحان الله، ربي جاب لنا واحد يا اخواننا كمل كل الاشكال الهندسيه، كل يوم يقلب لنا وجه، كل يوم يقلب لنا صوره، كل يوم عيانا من كتابه الاوراق، وعيانا من كتابه النماذج، ومن تغيير الاسماء وجمع الاتحاد الاشتراكي واصبحوا كلام. يعني الاوراق المكدسه في ليبيا تقيم دوله من جديد. يعني هذا شنو الطغيان وهذا شنو الفساد. لكن الحمد لله الشعب الليبي ورغم انك كما قلت قلب له جاب له رب سبحانه وتعالى من يتبشع منا السماوات والارض، حاجه قريبه، لكن بمستوى صبره وبمستوى تحمله وبمستوى المحافظه على امن البسيط. يعني ما بنقول في اعلى مستوياته، اقل شيء ما فيش قلق، ما فيش اعتداء على حرمات، ما في الان احنا السلاح موجود في كل مكان. شو اللي مانع الناس
من أن تتقاتل. أخلاق الناس. البلاد هذه فيها أمن. صفوة زياد ذكره الله بالخير قال أنا اللي متأكد منه أن الشعب الليبي يحب الله. رقم 2 أن الله يحب الشعب الليبي. رقم 3 أن الله لن يخزي الليبيين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل قوله هذا وأن ينشر العدل والمساواة بين الناس وأن يفتح علينا وعليكم فتحا مبينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا فتحا مبينا ويسر لنا من أمرنا رشدا وثبت أقدامنا على الحق والإيمان وانصرنا على النفس والشيطان وادخلنا في جنة الرضوان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وشرها وحرها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا يا الله. اللهم افتح علينا فتح العارفين بالله. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين يا رب العالمين.